فيديو النهاردة بقى عن يوم الحفلة وتكريم البنات. يوم الحفلة كانت في بنات تبع الدكتورة نسرين أو تبع جمعية يو المستقبل، كانوا جايبين معروضات وبيعرضوها. كل واحدة هتقول لكم المعروضات بتاعها. يلا بينا نبدأ وصفي بقى المنتجات بتاعتك يا عسل. ماشي يا الاسم جميل. الأول. رندا راو من طلخ. إن شاء الله. المنتجات بتاعتنا شغل الفخار، انت عارفه اللي هو دلوقتي منتشر كتير، بالذات القمع. اه الحاجات المنتجات بتاعت الفخار اللي هم بيقولوا مش صحيه ومش عارفه، انما احنا الحاجات صحيه وبتخش الفرن وكل حاجه ما شاء الله، كفايه ريحتها. لا في الأكل ما شاء الله. وطلعنا كمان كنكه. كنكه للقهوه تحفه. ما شاء الله. اللي جربها يعني خد منها كتير. ومباخر وكوبايات بخروف. والاسعار ايه بقى؟ وشمعدانات. لا الاسعار حلوه. الكوبايه ب 10 جنيه ودي ب 20 جنيه، والكوبايه والكنكه ب 25. وديت طب والكوبايات الصغيره دي اسعارها ايه؟ دي ب 10 جنيه. ما شاء الله. والاولى ديت الاسوان. طب واسعار الاولى ايه بقى؟ الاولى عامله 30 جنيه. ما شاء الله. وفولات للفول. وعامله ماشي. الاسم ايه طيب؟ أنا اسماء أحمد، مصممة كروشيه ومكرمة. شغل عبارة عن كروشيه بأنواعه. بستخدم من أول اللي هو الخيط المحلة اللي هو الرفيع لغاية الخيط التخين. بالنسبة بعمل شنط وبعمل بس الصوت يعلى شوية. بعمل شنط وبعمل كوسترات. وحاليا دلوقتي مصممة مكرمية، بشتغل مكرميات وجداريات. على فكرة المكرمية رجعت تاني. أنا كانت جات لها فترة ووقفت خالص. من 35 سنة. بس جت من قيمة حوالي 10 سنين كده، كانت موضة قديمة رجعت تاني دلوقتي بجدارة. بتجدد جامد. بتجدد. لا ورجعت يعني ايه، زادت. يعني انا جايبه عينات بس عشان واحد. عباره عن اباجوره او فانوس، بتحط فيها اللمبه اللي هي بتقلب الوان. شكلها جميله ما شاء الله. يعني دي بالنسبه للبرطمان ازاز، واحنا بتجدديه. بيبقى كديكور حلو يعني. لا ده جميل، وعلى فكره بيعمل اضاءه بيخيل المكان. لا وبتبقى ازيد في النور، عايزه في الضلمه عشان تبان الاضاءه بتاعتها. لما بتشغليها في الضلمه بتبقى بتدي الوان. بعمل اللي هي الشنط دي. ما شاء الله. لا بجد تسلم دي حاجه رمضان بقى، دي كوسترات مكرميه. وديت بقى دي تمريه او اي حاجه ممكن تستخدمها على السفره كديكور يعني. ما شاء الله جميل. ما شاء الله تسلم ايدك بجد والله. طب واسعار الشنط ايه بقى؟ بتبدا من 150. انا اقصى حاجه بتبقى 200 ومتبطنه. دي كانت من 5 سنين او 7 سنين، كانت موضه قديمه قوي اللي يلبس حاجات من دي. لا ده بسم الله ما شاء الله. رجعت من سنه او من سنتين. نزل التاني كله. لا ده كله. ده يعني اشيك واحسن حاجه في اللبس. شغل الهاند ميد رجع بقوه جامده. لان لا مشجعينه شويه. بالذات النت هو اللي اداله رواج شويه. مش النت كمان، عاد نازل بالنسبه للفيديوهات الاجنبيه، عاد نازل فيه موديلات كتير وفرص كتير، فعادت بتشجع ان الناس ترجع القديم تاني. وعامة الهاند ميد بقاله طول عمره مكتسب. لا هو طول عمره يعني بتاع بصي احلى حاجه بتاع شغل الهاند ميد في اي حاجه هاند ميد بتلاقي ان هي ايه، رواج شويه. ما شاء الله عمايلك كداب. بشكرهم جدا لتواجدهم معانا، وكنا مبسوطين بوجودهم وبنشكرهم جدا على شغلهم الجميل. بس عشان تشجعوهم اعملوا لايك واشتركوا في القناه. وانا بقى معروضاتك بقى الاسم ايه؟ انا شيماء فاروق، والمعروضات بتاعتي متنوعه ما بين اشغال خرز وما بين شمع وما بين تجديد مصاحف واشغال جبس. دي بتاعت الاطفال بتتلون. ما شاء الله.
بنشكرهم جدا على الحضور الجميل والحضور اللي كان معانا، من سواء البنات اللي هي بتعمل شغل هاند ميد زي الخرز والتطريز والتريكو وحاجات جميلة جدا وشنط جلد. بس بصراحة هم جم متأخرين شوية فما لحقتش ان انا اصور كل حاجة. بشكركم جدا جدا على الحاجات الجميلة اللي متعتونا بيها. وبشكركم جدا على انكم حاولتوا على قد ما تقدروا ان انتوا تحسنوا من دخل بيتكم. مش عيب ان الواحده تشتغل. بلاقي ناس كتير تقولي لا اصلي، لا انا مش محتاجه عشان اطلع اشتغل، لا انا مش محتاجه، لا انا جوزي رافض. وكان عندنا الصابون ده كان شغله جميل جدا، الشغل اللي هو في الصابونه دوت. شغل الاستاذه ميرفت استاذتنا الجميله، بشكرها جدا جدا على النظام اللي كانت عاملاه في الحفله والحضور بتاعها وروحها الحلوه. بشكرها جدا جدا. بشكر كل حد كان متواجد معانا. ليه بلاقي ناس كتير تقولي لا اصل انا جوزي رافض ان انا اطلع اشتغل؟ ليه؟ هو مش عيب ان الواحده تطلع وتحسن من دخل بيتها؟ والله العظيم يا جماعه مو عيب. ليه بحس لما بقول للواحده هاتي مكنه بتحسسني ان انا بشتمها، او ان جوزها مش لاقي ياكلها، او ان جوزها مش لاقي يصرف عليها؟ مع ان الفكره مش في كده خالص. الفكره ان انا بحاول على قد ما اقدر احسن من دخل بيتي. حتى لو اجيب طلباتي حتى انا على الاقل، او طلبات ولادي حاجه زي رفايع. ليه؟ مع ان الواحده لما بتحس ان هي بتدخل قرش لبيتها والله العظيم بتكون من اسعد الناس. يعني انا كانت عندي واحده طالبه من الطلبات اللي انا علمتهم الخياطه، فكان عندها مكنه سمراء من بتاع حماتها. المهم جابتها وصلحتها واشتغلت عليها، فبتقولي انا اول ما مسكت كنت برفي الواحده عبايه وادتني، يعني الفتلاء عبايتين وادت لي 10 جنيه، مع ان ال10 جنيه قليله. بس بتقولي انا حسيت ان انا ملكت الدنيا كلها بحالها. انا حسيت لما انا دخلت 10 جنيه، مع ان هي صغيره، انا حسيت ان انا اول مره في حياتي امسك فلوس. حسيت ان انا عمري ما مسكت فلوس في ايدي. حسيت ان يا دي من شغلي ده. ال10 جنيه دي كانت بالنسبه لي بمثابه 1000 جنيه في الوقتها، يعني ان انا ماسكاه ده من شغل انا. ودي حاجات دي ناس كتير مش هتقدر تحس بالكلام اللي انا بقوله دوت الا ناس اشتغلت فعلا وحست ان هي مسكت حاجة من شغل ايديها او من تعبها وشقاها هي. مش شرط بقى جوزك بيوفر لك كل احتياجاتك او ما بيوفرش، هي ما بتتقاس بالمقياس ده خالص. تمام؟ لان في ناس اشتكينا من حاجه زي ديت كتير قوي قوي، تقولك لا انا مش محتاجه، لا انا ما حساني. هي ما بتخرجش تشتغل الا لما تكون محتاجه او جوزها مش لاقي يصرف عليها، مع ان هي ما بتتقاسش كده خالص. يا رب يكون انتوا وصل لكم انا قصدي ايه. بجد شغل الفخار بقى انا من واحده من عشاقة شغل الفخار بكل حاجاته، بالطواجن بقى، بالكوبايات، بالفناجين، بالقهوة. بصوا انا مدمنة حاجة اسمها فخار. بصراحة شرب القلة في الفخار ده ممتاز، بس بصراحة ما جربتش القلة الأسواني ديت. مش عارفة بقى ميتها تبقى عاملة ازاي، بس هي اكيد طالما بالفخار هتبقى تمام وكويسة قوي وصحية كمان. هنشوف واحدة كمان معانا برضو بتعرض الشغل بتاعها. يلا بينا نشوف هي بتعرض ايه الاول. اسمي نرمين محمود صبحي. معروضات اكسسوارات على البيت ان شاء الله، وسبح وخلايا. ماشي ما شاء الله. ودي من شغل ايدك بقى؟ ان شاء الله من شغل. بجد بشكركم جدا جدا على الحضور والحاجات الجميله اللي انتوا كنتوا عارضينها ديت، بجد جميله قوي. وكانت في برضو حاجات تانية من اللي هي الشنط الجلد، واللي هي الخزفيات، الخزف والحاجات دي برضو معروضات وتماثيل وحاجات من دي. بس بصراحه كان قيمه الوقت ضيقه جدا والتليفون كان قرب يفصل شحن، فما قدرتش ان انا نصور كل حاجه. عرفي بقى منتجاتك. بعمل كروشيه، شنط ومفارش وملابس، ما شاء الله. اكسسوارات، توك، سلاسل موبايل، سلاسل اكسسوارات، حلقان، خواتم. ما شاء الله. يعني تعتبر يعني في ميداليات برضو هاند ميد وسبح. ما شاء الله. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم ايدك. بشكركم جدا يا حبايب قلبي ان وصلتوا بالفيديو ده لحد هنا، واللي ما حطش لايك يحط اللايك،
ويحط تعليق ويقول ايه احسن حاجة حباها في قلب الفيديو، وايه الحاجات اللي انتم حابين ان انتم تتعلموها. على فكرة الجمعية بتقدم اي حاجة عايزين تتعلموها، سواء فخار سواء شغل تريكو، هم بيقدموا لكم الخدمة ديت. وبتبقى تقريبا بان انت بتدفعي اشتراك في الجمعية 50 جنيه او 60 جنيه، يعني حاجة ما تذكرش اصلا. وبيعلموكي اي حرفة انت عايزاه. ممكن الواحدة مثلا تدخل في حرفة واتنين. يعني هي كانت بتقولي برضو الحاجات ديت، الكوباية دي كانت ب10 جنيه والطبق ده ب20 جنيه. الحاجات دي جميلة جدا. انا خدت من الكوبايات دي 3، وخدنا حاجات كتير اشتريناهم منهم برضو. كنا بنساعدهم على قد ما نقدر بان احنا بنروج لهم المنتجات بتاعتهم. ويا رب يكون الفيديو استفادوا منه وشجعونا احنا شخصيا ان احنا نتعلم الحاجات دي. وكانت اسماء برضو اسماء من الشخصيات المحترمة جدا. ودي برضو كانت بتعمل شغل الهاند ميد. لو انتوا حابين اي حد يتعلم اي حرفة من الحاجات ديت يدخل على الصفحة بتاعتي ويكتب لي وانا هبعت له الرقم، او يدخل على الفيسبوك ويكتب جمعية هي والمستقبل. وكل الخدمات ديت على فكرة هم عندهم حاجات كتير جدا. يعني ممكن يعلموكوا شغل التريكو، شغل الفخار، شغل الهاند ميد اللي هو السبح والحاجات ديت. ممكن بيعلموكي برضو شغل الشنط بالتريكو وبالجلد، يعني الاتنين. بيعلموكي برضو ازاي تعملي اشكال من الخزف، وبيعلموكي برضو تعملي ايه تاني. عندهم حاجات كتير جدا. حتى عندهم كورس للخياطة زي بتاعنا كده بالظبط، بس مختص بجمعية هي والمستقبل. واللوجو بتاع الجمعية هو للبيج اللي البنت لابساه في الكارت ده، هو ده نفس اللوجو اللي هتلاقوه على الفيسبوك لو انت دخلت وعملت سيرش عليه. وان شاء الله هي الجمعيه دي اصلا في شارع الجلاء في المنصوره. ومن الحق كمان بيعلموا الريزو. هم كانوا في الحفله اللي قبل كده كانوا جايبين شغل صواني هاند ميد شغل الريزو. وانتوا عارفين قد ايه ان شغل الريزو ده قيم جدا وما شاء الله، يعني بمبلغ وقدره. شغل الريزو من الحاجات القيمه والفخمه جدا. دي كانت برضو بونبونيرة من شغل التريكو. الحاجات دي لو انتوا عايزين تتعلموها زي ما اتفقنا ادخلوا على صفحة الفيسبوك واكتبوا في السيرش فوق جمعية هي والمستقبل. وان شاء الله هتلاقوا ان الجمعية دي ما شاء الله نشطة في كل حاجة، وما شاء الله الخدمات بتاعها والحاجات بتاعتها كتيرة جدا. وما تنسوش برضو زي ما احنا اتفقنا تحطوا لايك وتعملوا اشتراك وتكتبوا لي كومنت تحت الفيديو والحاجة اللي انت عايزة تتعلميها. وان شاء الله في اقرب فرصة ابعت لك الرقم بتاعهم لو انت عايزة تتواصلي مع اي واحدة من البنات. ان شاء الله هبقى احط لك الرقم في اقرب فرصة. بشكركم جدا على حسن المتابعة. وما تنسيش برضو تعملي لايك وسبسكرايب وتبعتي الفيديو ده لأكبر عدد من الناس، عشان لو في واحدة حابة ان هي تتعلم الشغل دوت احنا تحت امرها في اي مجال من المجالات اللي انت شفتيها ديت. وبشكركم جدا وكانت الحفلة جميلة. استنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله يبقى جميل جدا، هيبقى عن الحفلة والجوائز. انا عارفة ان انا اتأخرت عليكم في الفيديو بس والله كان غصب عني والضغط كان كتير قوي شغل، وباجي من الشغل ما بقدرش ان انا منتج. الفيديو ده كان عامل بقاله حوالي اسبوع معايا، يعني انا منتجاه يوم الخميس احتمال ينزل لكم يوم الجمعة. واصلا كان معايا بقاله اسبوع لان كانت الحفلة يوم 1/6 اللي فات. بشكركم جدا وما تنسيش تحط لايك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.